صباح الخير، مساء الخير عليكم يا احلى متتبعات ومتتبعين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. المهم قبل ما ندخل في الديتاي ديال الوصفه ديالي، غادي نعتذر منكم على الغياب ديالي. شحال هذه ما حطيت والو في القناه، وهذا راجع العمل ديالي بحكم العمل تعطلت عليكم، ولكن مره غنبقى نلوح لكم شي حاجه ولو غير مره بعدا. المهم على بركه الله. بالنسبه لهادو لي كريب صالي وهادو لي كريب سكري بنوتيلا، غادي ندوزو دابا الطريقه والمقادير. طريقه تحضير لا باز، يعني عاد باش الحشو. كنحتاجو الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، ها هو. وكنحتاجو نصف لتر من الحليب، وكنحتاجو السكر حبيبات. بالنسبه للحلوين جات 2 معلقات كبار ديال السكر حبيبات. بالنسبه للملح، البزار والملحه. وكنحتاجو الزبده اصل حيواني يعني ديال العبار. هنايا كنحتاجو 4 المعالق كبار، من حيت غادي نديرو عجينه مالحه وعجينه حلوه. كنحتاجو 1 الكاس ديال الماء و4 البيضات وسكر فاني، ساشي ديال سكر فاني. وبالنسبه للحشو، بالنسبه للحلوين كنحتاجو نوتيلا، وبالنسبه للملح كنحتاجو شاركوتري والفرماج. اي نوع ديال الفرماج بغيتي ديرو تقدروا تستعملوه. العجين غنحتاجو ضروري مقالي اللي ما كيلصقوش نتاع البغرير. المهم كتختاروا على حساب لي كريب ديالكم، واش بغيتوهم كبار ولا صغار ولا متوسطين. بالنسبه لي انا عندي هاد 3 نقدر نستعملهم بجوج، نستعمل شي وحدين صغار وشي وحدين كبار. بالنسبه للحلوين نستعملهم في مقله كبيره، والمالحين غنستعملهم في مقله صغيره. اول حاجه كنديروها كندوبوا الزبده ديالنا. كيف ما كتشوفوا قلنا هنا 4 المعالق كبار ديال الزبده. المهم بالنسبه لهاد الغوسيت ديال العجينات الكريب فيها بزاف الانواع والاشكال، انا حاولت ندير لكم شي حاجه بسيطه. غادي نبداو ان شاء الله بالحلوين. غادي نديرو هنا 2 بيضات، وغادي نديرو 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات، سكر فاني، من حيت ديما حنا دابا كنصاوبو حلوين. العجينه ديال الكريب الحلوين كيمشي فيها السكر حبيبات وسكر فاني. وكنديرو قبيصه الملحه، غير الملحه، ما كنديروش البزار لان ضروري في السكر نديرو واحد القبصه ديال الملحه. وكنديرو 1/4 لتر من الحليب، وكنزيدو شويه الماء. ما كنكثروش، يعني هاد الكاس راه كنديروهم في الحلو والمالحين، ما كنكثروا كاع، نقدروا ما تستعملوش كامل وما ديروش كاع الا ما بغيتوش الماء. كنديرو الدقيق حسب الخليط، كنطحنوا كلشي مره واحده. هنا الدقيق على حسب الخليط، ما يكونوش جاريين بزاف وما يكونوش ثقال، يعني عجينات لي كريب كتكون في واحد القياس. المهم دابا نخلي لكم في صندوق الوصف العبار مقاد. بالنسبه اللي بيتبع الطريقه يتبع، اللي بغى عبار مقاد بالعبار غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. انا كنمشي بعيني ميزاني، حيت انا واخده العبار في عينيا وفي يدي وداكشي، كنمشي هكا. ولكن كاين اللي كيبغي العبار بلي ديتاي، غادي نحط لكم في صندوق الوصف. صافي كنطحنوا كلشي مزيان، وكنخويوه في شي اناء نخليوه يرتاح شويه بين ما نقادو العجينه ديال الصالي. كنضيفوا بعدا هنايا 2 معالق كبار ديال الزبده مذوبين في الخليط، وكنخليو شويه للصالي، من حيت هذوك 4 المعالق ذوبناهم. ما كنخويوهمش مره واحده، كنخوي شويه في سكري، وكنخليو واحد نصف الكميه في الصالي. كنطحنوه صافي، كنخليوه في اناء هكا يرتاح شي شويه بين ما نصاوبو الصالي. وفي نفس الكاس اللي خلطنا فيه من قبل لي كريب سكري كنديرو 2 بيضات عاوتاني، نفس لا ميثود، يعني نفس الطريقه نفس المناجي باش كنمشيو. 2 بيضات هي بلا السكر حبيبات، كنديرو بزار وملحه، من حيت هادو صالي، يعني كنديرو البزار والملحه. وكنخويو هذاك 1/4 لتر الحليب اللي بقى لنا، وكنضيفوا شويه الماء. انا هنا كنحاول ندير لكم شي حاجه اللي اقتصاديه اللي تعطيكم كونتيتي كثيره ويجيو بنان. وفعلا هادو جاو بنان، شكرهم ليا البنات، عجبوهم صحاباتي، يعني جاو بنان بزاف. وكنضيفوا دوك 2 معالق كبار ديال المتبقيين ديال الزبده، وكنضيفوا الدقيق. كلشي كنضيفوه مره واحده وكنخلطوا، وكنخليوه عاوتاني في اناء يرتاح. غادي نبداو في الطيب بدوك الحلوين بين ما يرتاحوا هاد المالحين. صافي كنشوفوا الخليط جانا جاري،
خفيف بزاف كنزيدو الدقيق يعني ميزان. صافي هنايا خليت العجينه ترتاح. غادي نوجدو لا ميزون بلاص ديال الحشو. نحكو الفرomage الاداه المتوسطه، ماشي دوك العيون الكبار ماشي الصغار. المهم باش كنحكو كنشدو هنا شي سيرفييت كنديرو فيها الزبده وكنمسحو بها المقله. فين ما نبغيو نديرو كريب كنمسحو بهذيك السيرفييت فيها الزبده. انا هنا ما صورتش لكم السيرفييت، هي دهنت في الاول المقله تقطعات لي ديك اللقطه. المهم انا حلفت هذا ما نحيدوش بالضبط. المهم درت واحد الغلط هنا، ما زدتش بشي طريقه مقاده وخسرت لي هاد الكريب، وقلت ما نحيدهاش عادي، كنا كنغلطوا يعني راه كيوقع هذا الشيء، كنجربوا كنخطئوا في الاخر كتصدق لنا الحاجه. هذه غنحيدوها ما ريقاش وغادي نديرو واحده اخرى مصاوبه مزيان. هانتوما شوفوا كيفاش ديروا. كتكبوا واحد القياس باش ما تجيناش الكريب غليظه، ما كنديروش واحد الكوش كبيره يعني، كنديروا شويه القياس اللي تجينا الكريب ديالنا في القياس. وكنمهلوا النار باش ما يتحرقوش لينا. هي كيبان لنا تحمروا من الجنيبات كنعرفوا الكريبه ديالنا طابت خاصنا نقلبوها. صافي كنستعملوا شي اداه بحال هذه سباتول وكنقلبوا الكريبه نتاعنا. المهم هما في الطيب ما كيخصهمش يتحمروا بزاف، لي كريب خاصهم يبقاو شويه بيضين ما يكونوش محمرين بزاف. وديما حنا كنطيبوا الكريب ديالنا سوا سكري سوا صالي. فاش كنطيبوا لي كريب نتاوعنا كنحطوا النوتيلا حدا النار، كنقربوا النار باش تسيح لينا، باش فاش نبغيو نمونطيو بها لي كريب نلقاوها سايحه وتعطينا الطعم. هما بالنسبه لي كريب ديالنا بعد ما طيبناهم صافي كنعمروا الحلوين هما الاولين بنوتيلا. حاجه اخرى راه انا درت واحد الغلط هنايا، ما قلبتش الكريب. نورمالمون خاصني نقلب الكريب ماشي هاد الجهه اللي خاصها تعمر، هاد الجهه هي اللي خاصها تبان في الواجهه، الجهه المعاكسه هي اللي خاصها تبان. وانا ما عرفت كيف طرا ليا التدوز تاعك بحال هكا مع الزربه وشحال من حاجه. نورمالمون هاد الجهه اللي دابا بانت هي اللي خاصها تعمر والاخرى هي اللي خاصها تبان. صافي المهم وريتكم الطريقه ديال السكري كيفاش كيتعمروا. دابا غادي نديرو الصالي. بالنسبه للصالي كنشدو كل كريب كنديرو فيها واحد الدواره ديال لادان فومي. انا اختاريت انا لادان فومي بالبزار، وإلا كان الكريب كبير ولا شي حاجه كندوبلو لادان فومي، ولا كان صغير كنقسمو كل دورات لادان فومي كنقصو منها شويه، وكنديرو فرomage غوج ولا موتزاريلا ولا اللي عندكم فوق منهم، وكنطويوهم بهذا الشكل هذا. وديك الطويه هي اللي كنخليوها لتحت باش تبقى ديما طويه مقاده كيف ما شفتوا كي بحال هكا. وهادو راه مازال ما كملناهمش، باقي غادي نكملوا لهم الخدمه ديالهم. من بعد فاش كنكملوا هاد الصالي كامل ملي كنعمرهم بلا دان فيمي والفرomage كنشدو مقله كنديروا فيها الزيت ولا الزبده وكنخليوها تسخن مزيان، وكنستفوا فوقها هادوك لي كريب الصالي كنستفهم، ولكن كنحطهم على الجهه مطويه باش تسد ما حتى كتسخن وهي كتجمع وكتسد كتبقى مطويه مزيان مابقاش كتحل. وصافي كنبقاو نقلبوهم حتى يتحمروا وكيجيونا مستطيلين مقادين شادين في راسهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا الزبده كتعاوننا على انهم يتحمروا ويلصقوا لنا مزيان. المهم ما كنكثروش الزبده، هي كندهنوا المقله ديالنا بالزبده وصافي باش ما يلصقوش وباش يجيو محمرين. وها هما الصالي وها هما السكري. ومره اخرى ان شاء الله فيديو جاي غادي نوريكم طريقه التزيين الا بغيتو تقدموا كل وحده في شي اسيت هكا وبطريقه مقاده ومزينه. المهم انا دابا غير قديتهم بالزربه وصافي. المهم التزيين كيرجع لكم على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه لهاد الصالي هانتوما قطعناهم كيجيو ولدات وبنان، ومن الاحسن تستعملوا شي نوعيه زوينه ديال الفرomage باش يجيو سايحين ويجي الفرomage زوين ويجي المذاق زوين وكل شيء. بالنسبه لهادو السكري اللي بنوتيلا فاش كنقطعوهم كيجيو زوينين كيف ما كتشوفوا، المذاق يا سلام وما فيهمش الزفر وبنان صراحه. سمحوا لي تقطع ليا الفيديو. المهم هاد الكريب كاع اللي كلاهم كيعجبوا المذاق ديالهم، ما فيهمش الزفر وكيكونوا لذاذ وكيجيو خفاف في المذاق. المهم مزوينين بزاف. وكنصحكم الا بغيتوا تستعملوا فرomage استعملوا شي نوعيه اللي تكون مزيانه باش يسيح ويعطي لو زوين. والمهم وشهيه طيبه والى اللقاء ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله. ومره غنبقى نفكركم وندير لكم فيديوهات جداد وما بقيش غنطلع لكم، راه كنطلع بحكم العمل وصافي.